دشن المنتخب الوطني لفتيان مشاركته بكأس أفريقيا المنظمة ببلادنا بفوز على منتخب ليبيا بهدفين لواحد. المزيد مع سفيان الرشيدي ونبيل أيت بوشبير. حينما كان نادي وداد تمارا يجري حصته الإعدادية بجوار طريق سيارة رابط بين البيضاء والرباط، أعلن بشكل رسمي عن انطلاقة دورة اتحاد شمال إفريقيا للفتيان بمباراة المغرب ضد ليبيا. سعد مرسلي قاد أشبال الأطلس بلوغ الهدف الأول مع بداية المباراة، مستغلا مجهولا جماعيا من الجهة اليسرى. طموح اللاعبين لتسجيل أهداف أخرى تواصل. عمر بستان لم يحالف الحد لبلوغ مرمى أشبال المتوسط. ردة فعل الليبيين جاءت قوية بمحاولة اختبر خلالها حارس المرمى طلال حاتم قبل أن يستسلم لتسديدة يصعب صدها من سليم الجراي الذي أعاد الأمور لنقطة البداية. أشبال محمد الخويل حاولوا العودة في المباراة قبل أن يعلن الحكم عن نهاية الجولة الأولى بحضور بيم فيرباك وحسن بنابيشة للوقوف عند جائزية المجموعة لتصفية كأس أفريقيا. طبيعة الحال هي ماشي كافية، لأن هذا يلا أسبوع وهذه أول مباراة رسمية لهاد الشبان. كنظن خاص يكون استعداد قبل، مي هذا ما كيمنعش بأن غادي يكون إن شاء الله واحد العمل اللي يكون قاعدي، وكنتمناو بأن يكون عندنا شوية الوقت باش نقدروا نوجدوا واحد المنتخب اللي يكون كينافس على البطولة الإفريقية في هذا السن هذا. المدافع الأوسط المتألق نسان ودر افتتح الجولة الثانية بكرة ثانية نفذت بإتقان. بعدها بدقائق منح الحكم ضربة جزاء للمغرب استغلها محمد اليوسفي بنجاح لعبور المرمى الليبي بهدف ثان، ما منح ثقة أكبر للعناصر الوطنية التي أهدرت سيلا من فرص التسجيل. غياب توفيق عن خط الهجوم خفف الأضرار التي لحقت بالمنتخب الليبي الذي يستعد بدوره لتصفية إفريقيا. صراحة أدوا الرياضي بالنسبة لي عندنا احنا أدوا ما عليهم، واحنا ما كانش عددنا كبير، لأنما الفريق هذا عندنا مدة 4 شهور، وكلها في ال4 شهور 3 تجمعات بس فقط. فريق جديد قاعدين نكونوا فيه ونبغوا نطور مع البطولات هذه. لعبنا البطولة اللي في الماضية في تونس ولعبنا البطولة هذه. المستوى إن شاء الله احنا الرياضي نطلبوا منه أنه يطبق اللي تدربنا عليه ويعطي ما عنده. مقابلة قتالية، الدراري عرفوا المسؤولية اللي عليهم، ربحنا الحمد لله، وكنت منه نربحوا الماتش الجاي ضد تونس ونقدموا مقابله جيده ان شاء الله. عمل كبير ينتظر العناصر الوطنيه لتكوين فريق في اتم الجاهزيه للاستحقاقات القاريه رغم قصر مده الاعداد والظروف التي رافقت انتقاء اللاعبين.